خليكم معايا يا ابطال تالتة ثانوي. انا بخاطب تالتة ثانوي لكن مفيش مانع انه يحضر اولى ويحضر تانية نفس الفيديو ده. طب انا هتكلم على ايه في الفيديو ده يا شباب؟ هعمل 200 جملة هنحلهم على المودلز. طب المودلز ده يشمل ايه؟ يشمل النسيسيتي ويشمل الديدكشن. ما انت ممكن تحل على الديدكشن لوحده، اوكي؟ طب انت فاهمه، تحل على النسيسيتي لوحديها وانت فاهمها. لكن لما تحل حاجه ميكسد بقى نسيسيتي وديدكشن واستخدامات ديفرنت يوزز للمودلز، يبقى انت كده بتشتغل تحدد الجمله دي هتطلع ايه. يا ترى دي نسيسيتي، يا ترى دي الالزام بتاعها داخلي خارجي، يا ترى الديدكشن انهي مستوى من الديدكشن، لان احنا عارفين ان الديدكشن ده ليه 3 مستويات: النير سيرتن بماست مفيش غيرها، يا اما not sure او perhaps الى اخره اللي هو uncertainty عدم التاكد، وفيه باخد may وmight وcould والثلاثه مستوى واحد، يا اما متاكد من ان الشيء مش هيحصل وباخد فيه كانت او كودنت، وما قلتش هنا في الديدكشن اصل كانت ماضيها كودنت، لا الاثنين واحد، لكن اللي غيرهم الاستراكشر اللي وراهم زي ما هنقول. ولما اخد ماست ولا مي ولا مايت ولا كود او كانت او كودنت، يبقى انا عندي 6 افعال بس للديدكشن بستخدمهم عشان استنتج بيهم. انا ممكن اخد كان دي للقدره لكن ما ينفعش استخدمها في الديدكشن. ممكن استخدم ماسنت للنهي، يعني الشيء البروهيبيتد او الفوربيدن، لكن ما اقدرش استخدمها في الديدكشن. ما فيش حاجه اسمها ماسنت في الديدكشن، في حاجه اسمها ماست لكن ما فيش حاجه اسمها ماسنت. نبدا بقى معاكم باول جمله، انا اللي هحلهم 200 جمله، فركز معايا وكمل الفيديو. ممكن تحضر الفيديو على جزئين 100 و100، لكن انا عاوز اقول لك معلومه في جمله، يعني وانت شغال معايا يبقى معاك القلم بتاعك وتكتب النوتس بتاعتك على الافكار بتاعت الجمله، لانه انت لو عاوز تبقى متميز حل كتير. يعني انا معيار الفهم بتاعي هو الحل، معيار الفهم هو الحل. انا لو فاهم حلو هحل حلو، لكن لو مش فاهم انا هحل ايه؟ ما انا ممكن احضر حاجه وانا فاهمها حلو وفاهم احساس ان انا فاهم، واجي احل الاقي الدنيا متلخبطه معايا ومش عارف حاجه في حاجه والدنيا مش مظبوطه. فنبدا بقى معاكم باول اكسرسايز 200 جمله. طب دول يمثل يونت كام؟ يونت 3، وممكن يتكرر تاني بعد كده عنديكم. انا مش هتكلم على النسيسيتي فقط ولا ديدكشن فقط، لكن انا هحل جمل عن المودلز كامله، وكل جمله هقول سبب الاختيار ايه. يعني انا كاني بشرح لك في جمل، فركز معايا بعد اذنك كده عشان ايه ما تضيعش عليك فرصه فهم الجمل دي. نبدا بقى باول جمله نمبر 1. خليكم معايا كده. اول جمله عندنا هناخدها اللي هي بص كده معايا يا شباب. نمبر 1 it's known that fish live out of water. طب هنا بيتكلم على ايه يا شباب؟ اكيد بيتكلم على استحالة حدوث الشيء. طب ولما يتكلم على حاجة يعني sure not مش هتحصل، خليك معايا كده، متأكد انه ده مش هيحصل، يبقى هاخد ايه يا جماعة؟ ايوه هاخد طبعا can't live out of water، يعني السمك مش ممكن يعيش خارج المية. خليكم معايا كده، out of water يعني بره المية. نمبر 2 his car to work this morning the keys are on the table. عارفين لما اقول فلان ده بيحل كل حاجة صح ده اكيد شاطر، يبقى انا برسنتج. طب المفاتيح على الترابيزة، يبقى هو مش ممكن يكون راح بالعربية بتاعته الشغل صباح هذا اليوم. طبعا لما يقول لي صباح هذا اليوم يعني هو في توقيت غير فترة المورنينج، فأنا عاوز أتكلم إن هو مش ممكن يكون راح بيه. مين اللي بتقول الكلام ده؟ أيوه هي مين؟ can't have taken، يعني مش ممكن يكون راح بالعربية لأن المفاتيح موجودة على الترابيزة، يبقى الديتكشن بتاعي بإيه؟ بكانت هاف تيكن.
يعني معناته اصل الجملة he didn't take، he didn't ايه take. طب لو must have taken معناته ايه؟ ده اكيد اخدها. طب needn't have taken مفيش داعي كان ياخدها واخدها. طب should have taken كان المفروض ياخد العربية بتاعته والمفاتيح على الترابيزة. طبعا الحالة الوحيدة اللي فيها الديدكشن، يعني شور ونوت. شور ونوت لما اقول he didn't take يعني can't، وانتوا عارفين اي ديدكشن سواء ماضي بسيط او مضارع تام او ماضي تام هيصب في نفس الجزئيه. اشرحوا الفيديو، اسمعوا الفيديو بتاع الديدكشن، هتلاقي فيه كل الاستخدامات بتاعه الديدكشن في جدول واحد، حطه قدامك كده واشتغل عليه. يبقى انا متاكد من عدم حدوث الشيء. باخد ايه يا ولاد؟ باخد كانت او كودنت، يا بعديهم مصدر يا بيو اي ان جي يا بيو تصريف ثالث. اهو انا اقدر اكتبهم لك كده قدامك وانت خدهم في النص عندك. بص كده، يبقى انا لما اقول متاكد من عدم حدوث الشيء يا ولاد هاخد ايه؟ ايوه هاخد كانت. خليك معايا كده وركز. هاخد كانت او ايه؟ هاخد كانت او ايه؟ او كودنت. كانت او ايه؟ او كودنت. بس الاحتمالات بعديها لو الجمله مضارع بسيط هيبقى وراها مصدر، لو الجملة كانت مضارع مستمر يبقى بيها بي وفعل في اي ان جي، لو كانت الجملة حبيبي مجهولة يبقى بي وتصريف ثالث. وصلت؟ اهو يبقى انا عندي 3 احتمالات، اكتف وايه بقى؟ وكونتينيوس وايه؟ وباسف. اكتف وكونتينيوس وايه؟ وباسف. تقول لي طيب لو كانت الجملة اصلا ازمنة تامة او بسيطة او مستمرة، بص كده معايا، انا في الحالة دي بقى بعمل ايه ولاد؟ باخد ايه؟ باخد كانت، هما نفس الفعلين المودلز ما غيرش حبيبي فيهم، كانت او كي او ايه او كودنت. خليكم معايا كده يا شباب. واجيب بعديها هاب وبي بي باست بارتيسيبل، وهقول لك التركيبات دي لازم لما تكون ازمنه تامه ولاد او مستمره في الماضي لازم يكون بعدها هاب. طب ممكن هاف دي يجي وراها تصريف ثالث، ممكن يجي وراها بن وفيرب بلس اي ان جي، وممكن يجي وراها بن وباست بارتيسيبل. بن وايه؟ وباست. تقول لي بقى دول ايه؟ طب التركيبات دول لما استخدمهم هقول لك ده متاكد، خليك معايا هنا، متاكد انه الحاجه مش هتحصل، متاكد من عدم حدوث الشيء، بس يا اما ماضي بسيط يا ماضي مستمر يا ماضي تام يا مضارع تام يا تام بسيط او مستمر. فهاف تصريف ثالث يبقى ده الاكتف، هاف وبين فعل في اي ان جي ده الكونتينيوس، ده كده الايه؟ الباسف. ركز كده معايا بعد اذنك. يبقى انا بتكلم كده لما باخد الاستراكشر دي بعد كانت او كودن، على فكره نفس التركيبات دي باخدها مع ماستر او مي او مايت مع اختلاف الديدكشن. هنا مصدر او بيو اي ان جي او بيو تصريف ثالث مع مضارع بسيط او مضارع مستمر. الاول بسيط، الثاني مستمر، الثالث بسيط او مستمر بس باسف. طب لما اجي هنا بقى باخد كانت او كودنت مع الازمنه التامه او الماضي البسيط او الماضي المستمر او المضارع التام المستمر او الماضي التام المستمر او المضارع التام او الماضي التام. هابوا تصريف ثالث، هابوا بينه اي ان جي، هابوا بينه باست بارتيسيبل يديني صيغه الباسف. خليكم معايا كده يلا. يبقى الثانيه كانت ايه ولاد؟ كانت هاف ايه؟ كانت هاف تيكن. كانت هاف ايه؟ تيكن. يلا بدنا نكمل، خليكم معايا كده يلا. احنا قلنا بقى ايه؟ احنا قلنا في الجمله الاولى خدنا ايه ولاد؟ كانت ليف. الجمله الثانيه تبقى كانت هاف تيكن. يلا نمبر 3، you mind if I turn it off. لو انا ايه بقى؟ لو انا فصلت او طفيت زفان، لو انا فصلت المروحه يبقى انا هساله هقول له هل تمانع؟ تقول لي طب هل تمانع دي ايه حبيبي؟ هل تمانع دي اسمها ايه التركيبه بتاعتها؟ يا اما do you mind، يلا بقى ضيف لمعلوماتك يلا، او would you mind. ضيفوا يا شباب لمعلوماتكم do you mind او would you ايه او would you mind. تقول لي طب do you mind دي ينفع يجي وراها او would you mind if؟ بس if يجي وراها sentence كامله، جمله كامله.
طب لو ما فيش فاعل بعد mind يجي الفيرب بلس اي ان جي. خد كل تفصيلة وافهم كل حاجة. يعني فرق ان اللي يجيب النهائية من اللي ما يجيبش النهائية هو التدقيق في الحل. حل بتدقيق وافهم كل حاجة وتفصيلها ايه وجات ازاي واستخدمت ازاي. ما تاخدش كل حاجة ايه كده ببساطة. نمبر 3 do you mind. ما فيش do you mind يبقى طبيعي هاخد ايه يا ولاد؟ ايوه would you mind. وادي اف اهي تقول لي فين الجمله اللي قبل ايتم؟ ما هي subject وغير. you do more exercise. بص يا جماعه دي شوف حبيبي هنا مفيش جمله ملهاش عله في الاختيار. يعني انا لازم عشان اختار في سبب الاختيار مش دي كده وخلاص. This is a good advice. هذا اختيار أو هذه نصيحة good advice. لكن لو strong advice كان خدت must. لكن لما اقول a good advice يبقى هاخد ايه يا جماعة؟ على طول هاخد ايه؟ هاخد should. لما تكون good advice هاخد ايه؟ هاخد should. يلا يا باشا معايا نمبر 5. شوفوا بقى الجمل. كل جملة تلاقي فيها فكرة حلوة. بص حبيبي كده هنا عامل لك ايه؟ بص يا ابطال كده انا عامل كوما. وبعد كده my aunt and my uncle will visit us tonight. تقول لي بقى في حاجة اسمها maybe متصلة و maybe منفصلة. maybe المنفصلة دي تبقى داخل الجملة. يعني أنا عندي مثلا subject وقلت احتمال يبقى في may والمصدر بتاع verb to be. يعني ممكن may study may have may زي ما يكون. لكن maybe المتصلة هي حال بمعنى perhaps. اكتبها حبيبي عندك. اكتبوها يا شباب. اكتبوها عندكم. دي معناتها perhaps تستخدم كحال في أول الجملة. أقول تاني maybe المنفصلة. تاني maybe المنفصلة تبقى داخل الجملة كأنها subject و verb مش كده؟ كأنه may الفعل الناقص و be دي رمز لأي مصدر. لكن لما تكون maybe just one word اما تكون كلمة واحدة يبقى دي كده دي معناتها perhaps واخدها في اول الجملة وكأنها حال ببدأ به الجملة وكما واقول جملة جديدة subject to be. نمبر 6 diabetic people. خلي بالك diabetic people يعني الناس مرضى السكر المصابين بالسكر. كلمة diabetic يعني مصاب بالسكر. لو ما تعرفش اكتبها. to be careful about what they eat. لازم يكونوا حريصين على ايه الاكل اللي بياكلوه. بص بقى شوف كده تطبيقك ايه. شايف هنا حبيبي ايه؟ شايفين يا ابطال هنا ايه؟ في تو. هل شود فعل ناقص ياخد تو؟ هل ماست تاخد تو؟ في حاجه اسمها ماست تو؟ في حاجه اسمها كان تو؟ يبقى اذا مفيش حل. لكن انت لو ما خدتش بالك من تو ممكن توقع في اي حاجه وتقول اصلا نصيحه يكون حريص على ما ياكل يعني وبنصحه يعني. وتقول لي اصلا انا بفكر هي نصيحه قويه ولا ضعيفه؟ هي لا قويه ولا ضعيفه. هي اصلا في تو لا هتاخد لا ماست ولا شود. شفت بقى بياخدك في اتجاه ازاي؟ ممكن توقع في الجمله. Number 7 I have the ability. I have the ability. طبعا هنا كده بستخدم مودلز بقدرة. طب هو قال have the ability ولا had the ability؟ قال have the ability. To do that I run 1000 meters in 10 minutes. في 10 دقايق ممكن امشي ايه او اجري 1000 متر. طب يبقى هنا القدرة تساوي ايه؟ تساوي كان. طب ولو كان زمان دي ايام شباب وكان هنا had the ability هتبقى كده. يبقى اذا استخدام تاني الكان وكود بستخدمهم عشان اعبر عن الابيلتي زي able to طبعا و capable of. Number 8 if I have some free time tomorrow. تقول لي طب دي حالة ايه؟ اقول لك خلي بالك دي حالة ايه؟ if I have some free time tomorrow. لو انا عندي وقت فراغ بكرة. لو انا عندي وقت فراغ بكرة دي حالة اولى. طب انت بتدور على ايه بقى؟ على ويل او كان او مية. لا ده ما فيش لا ويل ولا كان ولا ايه ولا مي. وحتى هنا في مي بس التركيبة بتاعتها خطأ. مفيش حاجة اسمها مي هاب وجو. مفيش هاب هاج ولا مصدر. فطبعا الوحيدة اللي تنفع خلي بالك لانه مش هتلاقي الكتب دي مش هتلاقي الجمل دي متجمعة كلها كده بنفس الفكرة. فانا هاخد مايت. تقول لي لا كده غلط. اقول لك ليه؟
تقول لي اصله مايت كود ومايت ووض والحاجات دي بتجي في الحالة التانية. اقول لك لا، اكتب في ملاحظاتك انه مايت يمكن ان تستخدم في الحالة الاولى في الفيرست كونديشنال عشان تعبر عن الاحتمال الضعيف. يلا بس يبقى ادي معلومة تاني ان انا ممكن اخد ايه، اخد مايت هي مفترض في حالة اف التانية، لا انا اخدها في حالة اف الاولى، بس في حالة ما فيش مي وكان وويل اخد مايت عشان اعبر عن احتمال ضعيف، عشان اعبر عن احتمال ضعيف. اقولها تاني، مايت تستخدم مع اف في الحالة التانية سوري في الحالة الاولى للتعبير عن الاحتمال الضعيف، الاحتمال الضعيف. يلا بقى with probability. Number 9 the workers يلا خليكم معايا كده. the workers leave the office until 3 o'clock. ما يقدروش، استحالة. تقول لي طب انا ممكن اخد don't have to. حبيبي don't have to يعني براحته، يعني مش مضطر. يبقى الوركرز استحالة. طب ما هي needn't هي نفس الحكاية. ought not لازم تاخد تو، وحتى لو هنا مش هتنفع برضه لانه ده بيتكلم على ما ينفعش يعمل كده. it's impossible to do so. يبقى انا اخد ايه بقى هنا؟ can't لا يستطيعون يعني ما ينفعش، ممنوع. number 10 you speak English well if you want. طبعا انتوا عارفين لما بقول if you want ديت يبقى دي حالة اف الأولى، لأنه أنا بتكلم عن المودلز يا جماعة، يعني المودلز دي داخلة في كل الجرامر عندنا. يبقى أنت لازم تتكلم انجلش كويس لو عاوز تكون تور جايد. في تور جايد ما يتكلمش انجلش، يلا بقى لو اتكلم لغات تانية. last year number 10 last year I joined a club where I train for playing handball. حاجة حلوة خالص. شايفين last year؟ خلي بالك، شوف زمن الجملة الأول، قرر زمن الجملة إيه؟ بص يا باشا، أدام last year يبقى مفيش will. يبقى مفيش ought، لأن ought دي عاوزة to ومصدر وما تنفعش أصلا، دي مضارع. طب needed عاوزة to، يبقى هنا قدوة تعبر عن past ability، قدرة في الماضي مش احتمال ضعيف. شفت بقى الجملة؟ قدرة في الماضي وليس احتمال ضعيف. يلا باشا. number 12 I haven't decided what to do tonight yet go to the cinema. شوف كده، شوف هنا فيها تشكيك. ما قررتش يعني ممكن ممكن لا، يبقى هاخد ايه؟ مش متأكد، not sure. يلا بقى قول اخد ايه؟ ايوه مؤكد. هاخد ايه يا جماعه؟ هاخد 100. تقول لي طب لو كانت في مايت كنت خدتها؟ ايوه لانه ده ديدكشن. طب لو في كود كنت خدتها؟ طبعا لانه ده ديدكشن. وصلتكم؟ يبقى ماي او مايت او كود زائد الفعل في المصدر تعبر عن الاحتمال الايه؟ الاحتمال عموما يعني. ماشي؟ جو تو ايه؟ the same. number 13 you be at school by the time the morning assembly. كلمة morning assembly اللي هو طابور الصباح يعني. أكيد في طابور الصباح المفروض هنكون إيه؟ هنحضر أيوة يعني بحلول الإيه؟ الطابور الصباحي ما يبدأ. يبقى ده هنا إلزام داخلي ولا خارجي؟ لا خارجي، مش كده؟ يعني فيها عقاب لو انا ما رحتش وحضرت الايه؟ الطابور الصبح، يبقى هافتو. طب هافتو تمثل لي ايه؟ تمثل لي الزام خارجي، يعني شيء مش براحتي لكن شيء مفروض عليا ان انا لازم اعمل كده، وده مؤثر خارجي. يعني الشغل ما اقدرش اروحه بعد الساعه 8. المدرسه ما ينفعش اروح احضر الحصص اللي انا عاوز احضرها، اقول انا عاوز احضر الثالثه، احضر الخامسه واروح على حصتي. ده مش محاضرات، انت لازم يومك من اول لاخر. يبقى ده اسمه اكسترنال. اكس يعني براك، مش ان دي الحاجه اللي بتعملها من جواك براحتك. لكن لما اقول external application يعني الزام خارجي. طب الالزام الخارجي باخد ايه؟ يلا افتكرهم كده معايا. has to have to has got to have got to
need او needs ايه او needs to. طب دول فين الزام خارجي؟ فين؟ في البريزنت. طب وانا لو عاوزه الزام في الماضي ما اخدش غير had to، ما عنديش غيرها. يلا. Number 14 you see a doctor or your illness will be worse. هاخد ايه يا ولاد؟ اكيد عاوز نصيحة، لازم تشوف دكتور والا المرض بتاعك هيسوء. هيسوء. هاخد ايه؟ يو. طب اوت عاوزة ايه؟ عاوزة تو. اوت تو مش نصيحة. طب should have ده حبيبي نصيحة. should have seen، هو في have يجي وراها سي؟ ممكن should have seen بس تعبر كان المفروض يعمل وما عملش. you see a doctor لازم تشوف طبيب والا مرضك هيسوء. والا مرضك ايه؟ هيسوء. يبقى هنا هاخد ايه يا ولاد؟ من الافضل had ايه؟ had better. had better يجي وراها مصدر للنصيحة بتساوي الشغل. You insulted her. طب يعني ايه insult؟ معناتها يشتم. بالراحة كده خد معلومتك داخل الجملة، ولو كلمة اكتبها، احضر حاجة بتركيز وافهم كل تفصيلة فيها، زي ما انا بقول لك معلومة بجملة. معلومة بجملة. معلومة ايه؟ بجملة. She got angry at that. يبقى هنا بيعمل ايه يا جماعة؟ بيعاتب. ما كانش المفروض، ما كانش صح تعمل كده. يبقى دي فيها حاجة اسمها ايه يا ولاد؟ اسمها blaming او نسموها reproaching، يعني شيء من التوبيخ او العتاب. ما كانش المفروض تشتم. ما كانش المفروض ايه؟ تشتم. يعني عمل ايه يا جماعة؟ يعني شتم، مش كده؟ يبقى you ايه يا ولاد؟ shouldn't. ايوه بص كده shouldn't have insulted كان تنفع لو جاب ايه؟ لو جاب ought not to have insulted. خلاص. ما كانش المفروض يعمل، من فيها مثبت ومثبتها منفي. ما كانش المفروض تعمل يعني عملت. يلا يا باشا اللي بعديها. نمبر كام؟ 16 she speak English when she was only 7 years old. حبيبي حدد الزمن. حدد الزمن. شايفوز؟ شايفوز؟ ما تكررش الإجابة من أول مرة، يعني تأنى في الجملة وأنت بتحل. هي كان عندها القدرة زمان. أولا مجرد أنك شفت ووز دي ملغية ودي ملغية ودي ملغية على طول. دول بيستخدموا في البريزنت. يبقى الوحيدة اللي هاخدها مين؟ كنت تقول لي كده احتمال؟ لا يا باشا، قدرة في الماضي past ability. 17 The light of Donald's bedroom is on. النور بتاع الأوضة بتاع دونالد منور is on. He sleeping now. He sleeping ايه now؟ يعني المعتاد يعني لما يكون النور منور اكيد مش نايم، لانه لو نايم هيطفي النور. ده اليوجوال يعني مش الاكسبشن. he is sleeping now يبقى اكيد هو ايه؟ هو مش ممكن يكون نايم الان. عارف حبيبي ايه؟ الجمله مضارع اهي يا ولاد. الجمله مضارع يبقى اكيد مش نايم. can't be sleeping. ترجع تاني بقى تقول لي كانت بي سليبنج مش الديدكشن. ليه؟ اصل جمله عملت عليه ديدكشن. عارفين معناتها ايه؟ معناته he isn't sleeping now. اقولها تاني he isn't sleeping now. يبقى لما حتى كانت يبقى هقول كانت واذ مصدرها بي والفعل فيه اي ان جي، يبقى اصل الجمله كان زمانها مضارع مستمر present continuous. Number 18 you neglect your study. It's better من الأفضل to pay more attention to it، يعني تولي اهتماما لها. It's better. يبقى ده it's better يبقى مش mustn't بقى، يبقى ايه؟ ايوه يبقى shouldn't. Number 19 I have gone to the party it was boring. يعني راح وندم، فيها regret. يا ريتني ما كنت رحت. يعني حفلة ما كانتش حلوة فما كانش في داعي ايه اروح. يبقى هاخد ايه يا جماعة؟ ما كانش في داعي اروح. احنا شايفين هنا فيها تصريف ثالث، فهاخد ايه ولاد؟ اولا ought not لازم تكون عاوزة تو فهي غلط. mustn't have وتصريف ثالث مفيش تركيبه. ولاد اكتب عندكم كده واعمل عليها 100 اكس. مفيش تركيبه اسمها mustn't have وتصريف ثالث، لانه mustn't ملهاش في الديدكشن.
فطبعا هاخد shouldn't have و past participle، فتبقى shouldn't have gone to that party، يعني ما كانش المفروض اروح وايه ورحت، ما كانش المفروض اروح وايه ورحت، فاهمينها؟ يبقى I shouldn't have gone، I shouldn't have ايه gone. ومعاك في اي اسئلة تحب تسألها تحت امرك. نمبر 20، احنا الهدف انه نفيدكم وتبقى عارف كل حاجة، والفيديو ده فرق معاك انك انت لما شفته غير معاك، اضاف لك معلومات جديدة، ده الهدف بتاعنا يا جماعة. نمبر 20، you have a valid driving license. كلمة valid يعني صالحة، مش expired يعني. و driving license يعني رخصة قيادة to be able to drive a car. يا باشا ده الزام داخلي ولا خارجي؟ لو انا مش معايا رخصة قيادة صالحة ورحت بقى حد مسكني او ضابط مرور مثلا استوقفني، يبقى ده هيعمل ايه؟ هيسحب مني الرخصة وفيها ممكن غرامة او ياخد مني العربية. يبقى ده الزام داخلي ولا خارجي؟ خارجي. الاكسترنال اوبليجيشن ياخد have to. 21، you to eat healthy food that's good for your health. That's good for your health. بص كده، لو انا ما شفتش تو دي هروح اقول الجملة دي فيها غلطة، لان شد وهد بيتر نصيحة وقوت نصيحة. اقول لك لكن مين اللي تاخد فيهم تو؟ هي قوت، هم دول ياخدوا تو. perhaps، شايف perhaps؟ يبقى ده احتمالية. he failed the exam. ادم he failed the exam يعني احتمال ونوت شور والديدكشن في الماضي، يبقى لازم اخد الفعل الناقص يا مايت يكد وراه حبيبي، وراه هاف وباست بارتيسيبل، وراه هاف وايه وباست بارتيسيبل. يبقى هاخد ايه؟ هو رسب في الامتحان، يبقى may have failed the exam. Number 23، my car broke down yesterday. عربيتي broke down يعني تعطلت، يعني stopped working. stopped ايه؟ stopped working، توقفت عن العمل، توقفت عن الايه؟ عن العمل. stopped ايه work. so I بطل الجملة ايه حبيبي؟ ايوه past broke. ابعد يا باشا عن مين؟ ايوه وابعد عن مين؟ عن must. اولا must have دي بتاخد تصريف ثالث، فهنا تيك، وبعدين ده متاكد من حدوث الشيء يعني، لكن عاوز يقول كنت مضطر. يبقى had to معناتها ايه؟ it was necessary for me to take a taxi. it was not it is، it was. وضرورة فين في الماضي. 24، you work a bit harder or you will fail the test. تشتغل بقى احسن والا باشا هيحصل ايه؟ هتسقط في الامتحان، هترسب في الامتحان. يبقى اخد ايه؟ هاد بيتر نصيحة. اللي بيعملها لك كده حبيبي او اصرف دي وبيتر هي اختصارة، هي اختصارة هاد، هي اختصارة ايه؟ هاد، اختصارة هاد بيتر زائد الايه؟ المصدر. اهو بص حبيبي اكتب الاختصارة بتاعتها دي هاد عشان ايه متلخبطش فيه. لكن لما بيعمل كده ابصرف دي ورادر هي دي اختصارة وود، اختصارة ايه؟ وود. يلا بس يبقى هاد بيتر طبعا نيت عاوزة تو، كان الجملة ما هيش قدرة، مايت مش معقول احتمال تشتغل احسن والا هترسب في الامتحان، لا هذا بيديك نصيحة. The pyramids 25 قال the pyramids been built by hand. اكيد اتبنت ايه؟ بالايد. اصله ساعتها ما كانش فيه ايه؟ ماشينز، ذلك الحين ما كانش فيه الات. بتتكلم على الديدكشن في الماضي، تقول لي ما ده كله ماضي. طب انا متاكد من حدوث ولا عدم حدوث؟ متاكد انها اتبنت بالايد يعني شور والحدث تم. طب مين اللي بتقول لي شور والحدث تم؟ هي ماست معها هاب معها باست بارتيسيبل في الماضي. طب ومتاكد الحاجه ما حصلتش، يعني مش ممكن تكون اتبنت بآلات، يبقى كانت او كودنت معاها هاف وتصريف تاني. طب يا باشا ده بيحولها باسف يا حبيبي، بين هاف والتصريف التالت حط بين لما الجمله تبقى بادئه بمجهول. يبقى هاخد ايه هنا؟
يبقى الاهرامات اكيد بنيت، يبقى must have been built، يبقى اذا must have وادي been وباست participle تركيبة باسف. تقول لي طب الجملة كانت ايه؟ اكيد كانت the pyramids were built by hand were built by hand، فخد must have عشان deduction ماضي، وخد التصريف الثالث من وير بين وادي بيلت التصريف الثالث، يبقى اداني صيغه الباسف. ادي اول 25 جمله، يا رب نكون فاهمينهم حلو. يلا بقى نكمل. يلا باشا اهو بص حبيبي تاني برضه اهو، بص تاني قبل ما تكمل بص حبيبي انا بقول ايه؟ بقول ان انا عندي الديدكشن ده الاحتمالات بتاعته ايه؟ يا ماست يا ايه؟ يا ماست يا ميج يا مايت يا مي ايه؟ يا مايت يا ايه؟ يا كد درجاته يا اما كانت يا اما ايه حبيبي؟ يا اما كودنت، يا اما كانت يا اما ايه؟ يا اما كودنت. طب بص كده اهو، كل دول الاحتمال اللي وراهم ده ايه كده؟ ده شور مش كده؟ هو يعني ايه؟ near certain يعني may might could ده not sure، can't و couldn't يبقى sure وايه ونot. طب حبيبي احتمالات التركيبات اللي وراها ايه؟ احتمالات التركيبات لو مضارع بسيطة ومستمرة او مجهول للاتنين يبقى ايه؟ ماضي بسيط ماضي مستمر، افعال ناقصة مستمر، يبقى تركيبه ايه؟ بص كده، لو انت عندك حبيبي مضارع سواء كان بسيط او مستمر، انا بكلمك على كل الثلاث اشكال للديدكشن في التركيبه اللي وراهم. واحد التركيبه مع اختلاف الفعل الناقص هيبقى وراهم يا مصدر يا بي بلس اي ان جي يا بي وبي بي باست بارتيسيبل، بس ده هيطلع اكتف وده حبيبي كونتينيوس وده باسف من الاثنين. خلي بالك بقى. لكن لو كانت الجملة أصلا ماضي بسيط أو مضارع تام أو ماضي تام، ركز كده معايا، أو ماضي مستمر أو مضارع تام مستمر أو ماضي تام مستمر، خلي بالك هتبقى ايه؟ لازم حبيبي في الثلاثة تحط مين؟ أيوه تحط هاف. طب ورا هاف يبقى ايه؟ بص حبيبي يا تصريف ثالث ويبقى جملتي معلوم من ماضي بسيط او مضارع تام او ماضي تام، لان المضارع التام هاز وهاف وهاف، لما اجي هاخدهم بعد الفعل الناقص ده في جميع الاحوال هتبقى هاف. وهاخد بعد كده هنا هاف لو الازمنه مستمره اكيد هتبقى بين، ولازم رمز المستمر الفيرب بلس اي ان جي يبقى ده كونتينوس. طب ولو كانت باسيف هتبقى هاف دي وراها ايه؟ هاف دي وراها بين وايه ولاد بين وباست ايه؟ بارتيسيبل، يبقى ده الباسيف بتاعها. ده كل اللي بيدور، يعني حط دول قدامك، ده اللي بيدور حواليهم الديدكشن مع الست افعال الناقصه في كل الازمنه، مع الست افعال الناقصه في كل الايه؟ الازمنه. يلا بقى بعد اذنكم نكمل. يلا 26. I love soft music. It helps me relax. جملة هايلة. طبعا دي لا نصيحة ولا قدرة ولا إلزام خارجي، لكن هنا بستخدم do love لتأكيد المعنى. يعني بص كده لما اجيب فاعل يلا نكتبها كده، مش بقول لك معلومة بجملة يعني عندي do عندي does عندي did وجبت وراهم الانفينيتيف، ده بعمل emphasis للمعنى. بعمل ايه؟ يلا نكتبها بقى emphasis يعني تأكيد المعنى، تأكيد الايه؟ المعنى. اقول لك ده انت شكلك ما حلتش الواجب امبارح، تقول لي no I did study my homework. اقول لك انت ما رحتش الحفله امبارح، تقول لي لا I did go to the party. فاهمين؟ ما حضرتش المؤتمر
بالامس يقول له لا I did attend the party. يبقى verb to do في شكل خبري مثبت زائد المصدر يعمل ايه يا ولاد؟ يعمل emphasis للمعنى، يعني تأكيد المعنى، تأكيد الايه؟ المعنى. يلا بقى معلومة داخل ايه؟ جملة زي ما قلنا. 27 she ironed her clothes this morning as her mother had already done that for her. تبقى شيء ايه؟ مامتها عملت لها الحكاية دي، يعني مامتها هي اللي كوت لها، يبقى ما كانش في داعي تعمل، لا مش كده؟ ما كانش في داعي ايه؟ تعمل. لو didn't need to طبعا دي عاوزة مصدر، هي مش اكيد هي اللي كوت مش كده؟ فمش هتنفع كمعنى. might have احتمال كوت، لا ده هي مامتها اللي عملت كده، يبقى needn't have iron. وصلت؟ ان رمضان مسلمز يلا كده في شهر رمضان يلا ولاد eat or drink from dawn till sunset، من الفجر حتى غروب الشمس. ده امر الهي ممنوع ان هو ايه ياكل، فمش هديله اوبشن طبعا، يبقى mustn't eat or drink، يعني they are not allowed. it's forbidden to eat from dawn to sunset. لو don't have to يعني براحته. needn't برضه براحته. يعني Solomon slept without turning the light off. It was careless of him. It was careless of him. أنا بلومه بقى، بوبخه، بقول له ما كانش المفروض ينام بدون ما يطفي النور. مين اللي بيوبخ بقى؟ اللي بيقول على حاجة يعني ايه حصلت وما كانش المفروض تحصل، تبقى شوت انتهى. بتأكد ان وراها تصريف ثالث مظبوط. سلبت اهي للمرة الألف. مفيش حاجة اسمها مص انتهاب وتصريف ثالث، مفيش حاجة اسمها مص انتهاب وتصريف ثالث، اشطب عليها. I be home by 5. My parents ordered me to do so. ادوني ان انا لازم اكون في البيت. My parents طلبوا مني ان انا اعمل كده. اقوى شوية هي مين؟ هي مصر. المفروض هي I have to لانه مؤثر خارجي من الوالدين. I don't know where Richard is. بس حبيبي don't know دي تشكيك، مش عارف، احتمالية is. he in the room تبقى might. تقول لي لو اداني may تنفع، لو اداني could تنفع لانه بيتكلم على deduction. 32 you forget your homework or you will be punished. هتتعاقب، حاجة المفروض ما تعملهاش يجب ألا تنسى. على طول باشا mustn't. يلا بقى اللي بعديها تبقى تاخد ايه يا ولاد؟ mustn't. 33 يلا ناخد بقى 33 she burned her hand. هي اتحرقت ايه؟ اتحرقت ايدها. she careful while cooking. شايفين while طبعا زي وراء الفيرب بلس اي ان جي. تبقى تاخد ايه يا ولاد؟ كانت المفروض تكون حريصة، يعني هي كانت ولا ما كانتش؟ ما كانتش. يبقى should have been careful. تقول لي طب ما جايب بين هنا وراها تصريف تالت. حبيبي فيرب تو بي ينفع يجي وراء adjective مش كده ولا ايه؟ كل اشكال. It's a rule at my school that every student wear a uniform. Necessity. It's a rule بس يطبق علي كشخص، يبقى every student مفرد ياخد ايه؟ has to. Number 35 you wear a helmet when you drive a motorcycle. يعني بينصحه مش كده؟ when you drive ايه؟ a motorcycle. يبقى هنا المفروض تاخد ايه يا ولاد؟ المفروض يلبس خوذة لما يسوق موتور ايه؟ موتور سايكل. هو طبعا الاقوى تاخد ايه يا جماعة؟ تاخد must. I can't join my friends for the trip. انا مش هقدر اروح معاهم. I revise for tomorrow's test. يبقى انا مجبر. الزام خارجي. الزام خارجي يعني has to يعني have to يعني has got to have got to. فادي انا عندي من الاربعة مين؟ have got to. 37 do you think I go on a diet? Is this a good idea? يبقى do you think ايه؟ I ايه؟ وgood idea يعني ايه؟ يعني نصيحة. طب شد. 38 you enter the police station unless you show your identity card. ما تقدرش
يعني من غير بطاقة ما تقدرش تدخل، والجملة طبعا present يبقى can't. يلا يا جماعة، ها 93 let's see the new film at the cinema it be exciting. اكيد ايه اقتراح يعني، اقتراح، مش هنا في let's يبقى مين في الاقتراح اهو. يلا يا باشا، يبقى شالوي للاقتراح، مش كده؟ اسلوب ايه اقتراح 40. يلا we arrive there at 12 but the bus broke down. احنا كان مفترض ان احنا نكون هناك، احنا المفترض كنا نكون هناك. تبقى اخد ايه يا ولاد؟ ده انا عاوزها الجملة ماضي، الجملة ماضي. طب مين يا باشا في الماضي؟ تقول لي طب ما انا عندي should have، احنا كان المفروض وما وصلناش. اقول لك بس للاسف should have عاوزة تصريف ثالث وديت مصدر، هتنفع؟ لا. يبقى ساعتها بقى في بديل حلو. يلا يا باشا، معلومة داخل جملة، تبقى were supposed to، يعني كان من المفترض أن تساوي should و have و past participle. were supposed to تساوي should have و past participle، أو ought to have و past participle، يعني كان كان المفروض. Number 41 students should have to keep the environment clean. أكيد عاوزها صيغة باسف، أي فعل ناقص وراه مصدر في مجهوله. تمام، بي وتصريف ثالث. 42 you carry a weapon in public. weapon يعني سلاح. It's against the law. طبعا مجرد ما أقول against the law يعني شيء forbidden. prohibited mustn't. He learn new skills when he changed his job. طبعا هنا when he changed لما غير وظيفته كان مضطر ان هو كان يتعلم، تبقى ايوه في الماضي had to learn. 44 you will have to pay a fine. اديك هتدفع غرامة. ما كانش المفروض تتعدى السرعة المحددة، يعني تعداها ودفع غرامة. يبقى shouldn't have exceeded. يلا اكتب عندك بقى exceed يعني يتعدى. exceed يعني يتعدى، وspeed limit يعني حدود السرعة أو السرعة المحددة. 45 copy this essay into your notebook. انسخ بقى، انسخ المقال ده في النوت بوك بتاعك. النوت بوك بتاعك تبقى want you، ده سؤال مزيل مع الجملة الأمرية، يبقى ياخد يا ولاد want you. يلا يا حبيبي، يلا يا باشا، احنا هناخد 100 وبعد كده فيديو تاني ناخد 100 ال100 التانية. you buy عشان بس تبقوا مركزين حلوة. you buy many things. انا يعني هديك فيديو هما ال 200 جمله ورا بعض، فيديو بارت 1 وفيديو بارت 2 بالمية الثانيه. you buy many things on the internet these days. اكيد دي امكانيه ability، تبقى تاخد يا ولاد كان. 47 he didn't pass the test. هو ما نجحش في الامتحان، يعني هو كان المفروض يذاكر يا اما ما ذاكرش. هو كان المفروض يراجع، يبقى should have revised، يعني رجع ولا ما رجعش؟ لا ما رجعش. you park your car in a no parking area. ممنوع انك انت تركن عربيتك، مجرد انه يقول no يبقى دي تعليمات. no parking no smoking على طول يبقى شماصن. 49 she looked for the lost book everywhere but she دورت عليه في كل مكان. في كل مكان يعني بحثت، يعني في الماضي، يبقى عدم القدرة في الماضي تبقى couldn't. Number 50 at last found a restaurant where I have a meal. برضه قدرة في الماضي تبقى هاخد could. يبقى إذا could دي بستخدمها في قدرة الماضي، ممكن استخدمها في الاحتمال could have وتصريف ثالث زي ماين. ممكن استخدمها انه كان عنده امكانيه وما استخدمهاش، زي لما اقول لك مثلا انا كان ممكن اسافر امريكا بس انا بحب مصر، يبقى I could have traveled
او I could have joined medicine but I joined pharmacy. يعني انا عندي مجموع كان يمكنني ادخل طب بس انا ايه دخلت صيدله. يبقى ليها كده 3 حاجات. يلا 51. يلا بقى نكمل. رقم كام؟ 51. يو يلا يا جماعه. يو ايه go to school tomorrow as it is a holiday. مفيش اوبشن، مفيش ابليكيشن يعني. يبقى معناته ايه؟ مفيش داعي don't have to go to ايه school. مش مضطر، مش ايه مضطر، عدم اضطرار. The new regulations القوانين بتقول ايه؟ that all workers arrive at the factory by 8 o'clock. يبقى دي كده ايه؟ rules على الكل must. You come to my birthday party next week. الله، دي دعوة حارة. warm invitation. شايف هنا must استخدمها فين؟ must استخدمها في ايه بقى؟ في general rules. هنا استخدمها في ايه؟ في warm invitation. I leave the children alone at home. It's very dangerous. المفروض ما اسيبهمش، مش مضطر. يبقى هاخد يا ولاد mustn't leave عشان it's very dangerous. يعني انا لو عملت العكس في خطر على الولاد. I think you waste your time watching TV. لا هنا نصيحة تبقى ايه؟ ايوه shouldn't. You borrow books from the library whenever you want to. هنا إمكانية ability بس في البريزنت مش كده؟ تبقى هنا يا ولاد كان. 57. I phone my mother more often. It's very important for me. It's very important ايه for me. ده إلزام داخلي يبقى هاخد يا ولاد must. يلا يا شباب. 58 هتطلع بقى من ال 200 جملة دول فاهم كل الأفعال الناقصة. يلا 58 باستخداماتها المختلفة. لو أنت تأخرت you don't wait for me، ما تستنانيش، فأنت عندك إمكانية إنك أنت تتفضل تمشي. تبقى إيه يا جماعة؟ أيوه تبقى can go. You shout I can clearly hear you. يا سيدي ما فيش داعي تزعق، ده أنا سامعك كويس. يبقى عدم ضرورة. عدم ايه؟ ضرورة. تبقى ايوه needn't. طب انا انت مش لاقي needn't كان في دماغك حاجة تاني؟ don't have too much، haven't got too much. يلا اكتر حاجة في النسيسيتي وعدم النسيسيتي او اللاك اوف النسيسيتي تلاقيهم في البريزنت. نمبر 60 you make your bed before you go to school. قبل ما تروح الايه؟ المدرسة. يبقى هنا ايه؟ must make. You apologize to him as you have insulted him. لازم تعتذر له، لازم تعتذر له. لأنك أنت اللي أهنته. You have insulted him. يبقى ياخد إيه؟ لازم تعتذر له دلوقتي يعني. يبقى have إيه to. You leave when you finish your work. When you finish your work. يبقى هنا إمكانية تقدر تخلص شغلك اتفضل امشي. يبقى كان. يلا 63 I lend you any money as I don't have any. ما عنديش يبقى عدم إمكانية. يبقى I can't lend. My brother in the sea but luckily a brave. الله الجملة الحلوة دي. A brave lifeguard rescued him. يعني حارس شاطر أنقذه. يبقى كان في إمكانية ممكن تحصل وما حصلتش، مش كده؟ يبقى كان يمكن أن يحدث ولم يحدث. تبقى could have إيه؟ could have drowned. لكن غرق ولا ما غرقش؟ لأ. الموضوع إيه؟ أنقذ. فاهمينها؟ يلا 65 they said they deal with the company again. هم قالوا إنهم مش هيتعاملوا. بصوا وراكم الدايركت والاندايركت. شايفين said؟ وطبعا ادام الدليل بتاعي ما عندش كلمه داله فالدليل بتاعي فعل القول هو said هنا ماضي ابعد عن اي ايه مضارع، مش كده؟ فاخد ايه wouldn't. شفت بقى الافعال الناقصه شغاله ازاي؟ في كله. يلا 66 يلا يا جماعه. يلا يا باشا. You kindly show me the way to the nearest hospital. ايه ده دخل في ايديا؟ could you kindly. يبقى هنا ده اسمه ايه يا جماعه؟ request. can you, could you, do you mind, if you. يبقى ده
تقول لي طب هو ده طلب كده في الماضي؟ لا، لما تبقى كان وكنت في السؤال في الاول يبقى ده طلب بريزنت، ده طلب في البريزنت. You vote in elections يعني انتخابات الا لو معاك identity card بطاقة شخصية او هوية، يبقى استحالة ما تقدرش كانت. You do exercise regularly. It's a very good idea. It's a very good idea. يبقى عاوز نصيحة. تبقى had better do، مش كده؟ Yeah. It was raining. شايفين يا جماعة؟ was حدد زمن الجملة. So I take a taxi. كنت مضطر آخد تاكسي. تبقى أيوه had to. إجبار في الماضي، ضرورة في الماضي. She in her homework. give in يعني يسلم يا ولاد، يدي. to the teacher yesterday but she forgot. يعني كان المفروض تدي كان المفروض تعمل وما عملتش، كان المفروض تعمل وما عملتش. تبقى ايوه should have given. The earthquake many buildings but luckily it wasn't very strong. يعني الارثكويك ده كان ممكن يحصل يدمر مباني كتيرة بس نشكر الله ما كانش قوي. يبقى could have destroyed. كان ممكن could have destroyed، لكن حصل خير يعني ما فيش حاجة حصل. يلا 72. يلا you travel outside your country without a passport it's not permitted. شايف يا باشا التعبيرات؟ not permitted يعني مش مسموح، يعني not allowed، يعني forbidden، يعني prohibited. تبقى تاخد طبعا كانت. تمام. many prisoners يعني المساجين او الاسرى escaped from prison yesterday there were no guards. تقول لي had to كان يجب ان يهربوا ولا تمكنوا من الهروب. يبقى كنت يعني كده هنا يعني were able to were able to زائد الفعل في الماضي، بس able to طبعا وكده والاوف بتبقى قدرة فيها مجهود شوية. You take precautions. كلمة حلوة دي حفظناها من أيام كورونا. precautions اللي هي precautionary procedures. precautions يعني احتياطات. When you watch a solar eclipse اللي هو معناته كسوف الشمس or you will go blind يصاب بالعمى. يبقى هاخد بقى؟ المفروض تاخد احتياطاتك. تبقى must. يلا 75. You enter this competition it's for amateurs يعني للهواة، وانت بقى professional يبقى مش مسموح لك، يبقى you can't enter. he beat his rival. كلمة rival يعني الكومبيتيتور بتاعه اللي هو الخصم يعني او الopponent as he was a bit stronger. تبقى لان هو كان الاقوى. يبقى هاخد بقى؟ قدرة في الماضي، مش كده؟ فهاخد اولاد could beat. لو managed عاوزة to، لو was able برضه عاوزة to. كان طبعا مش عاوزين عشان مضارع. يلا يا جماعة 77. you have told him that bad news he got furious. غضب خالص as a result of that. بيلوموا يعني يا سيدي ما كنتش قلت له يبقى you shouldn't have told. ما كانش في داعي تقول له يعني الراجل اهو زعلان. shouldn't have told. يلا 78. he be busy all the time or the boss will be angry. وإلا المدير بتاعه هيزعل. يبقى محتاج لازم يعمل كده needs to. if you still feel tired لو انت سيدي لسه شاعر بالتعب you see your doctor. انا بقول له نصيحتي انك انت لو لسه تعبان شوف دكتور. I have no choice. شايفين have no choice دي يعني external obligation إلزام خارجي. I apply by the end of the week. اخد تمام حلو خالص. تاخد have to. You try another
another delicatessen, that's what I would do. يو ايه بقى؟ تراي، جرب بقى، جرب، تقدر تجرب يعني. حاجة تاني من الأكلات الشهية دي. يبقى يو كان هفتو ده إلزام خارجي. دينا apply، هنا كان يعني بيعرض عليه ولا apply for the University of Arts. that's possible. كلمة possible يعني ايه؟ إمكانية، يبقى احتمالية، يبقى تاخد ايه؟ might. it's impossible، مستحيل، مستحيل study for 10 hours a day. استحيل يعني ايه؟ استحالة حدوث الشيء في المضارع، يبقى can't. I to change some dollars yesterday it was necessary. يعني انا كان الايه انا عندي في الاختيارات to must have عاوزة تصريف ثالث، should have تصريف ثالث، must ما تاخدش to، مش كده؟ يبقى needed to، يعني زي had to كده. يلا 50. 58 you go and see your doctor. it's a necessity. it's a necessity. يبقى هاخد ايه؟ ادام it's a necessity go وشوف الطبيب بتاعك، يبقى هنا must بقى، ده لازم تروح تشوفه. يعني يا جماعة 86 they work late tonight to finish the report. it will be handed in tomorrow. لازم يا باشا يسهر متأخر الليلة عشان يخلص التقرير، لازم عشان يخلصوا الايه؟ التقرير. اجبار داخلي ولا خارجي؟ يا باشا خارجي. ايوه. He commanded his son saying، أمر ابنه قائلا you go and see your doctor. أكيد اداله إيه؟ أيوه must. He come tomorrow. he will be busy. he will be busy. برضه تاني shouldn't have عاوزة تصريف تالت، ought not عاوزة to، won't be able to، يبقى هي كانت مش هيقدر. You drive when you are 17 in the UK. تبقى هنا عندك إمكانية تقدر تسوق كان. He wasn't a very good squash player but he beat the national champion. بص يا باشا هنا قدر، قدر، كان قادر and was able to. تروح تسألني سؤال، طب ما managed to، مفيش تو، ما ديك انت بتقول. طب was capable تاخد up وراها ing. معلومة داخل جملة. طب could be يبقى ينفع could be اجيب وراها مصدر. يبقى انت مهم تبقى فاهم meaning و structure. خلي بالك الاتنين parallel ماشيين مع بعض، فاهم المعنى وفاهم الستراكشر. ما انت لو فاهم تركيبات حلو ومش عارف المعنى بتاع الجملة وجعت منك. يلا باشا 91 I understand chemistry when I was at university. when I was at university لما كنت في الجامعة. يبقى هنا بقى ما كانش يفهم كيمياء، يعني في الماضي، في الماضي. هو كانت دي ماضي، shouldn't دي مصدر ماضي، needn't دي needn't دي يعني مش محتاج يفهم، لكن مضارع اصلا needn't مصدر، يبقى couldn't عدم القدرة في الماضي. What shall we do this evening? Go to the cinema. بص يا باشا could، يبقى could كده حط لها 4 استخدامات، 4 نقولهم. أول واحدة إيه؟ may وmight وcould للاحتمال الضعيف، دي 1. could تعبر عن ability in the past، دي 2. could have وتصريف ثالث، كان لديه إمكانية في الماضي ولم يستخدمها، 3. 4 ممكن اخد could عشان تعبر عن اقتراح زي let's و shall we. يلا اللي بعديها I leave early today، ده بيستأذن تبقى could I leave اهو. ودي كمان request بس، شايف request اهو. يبقى كده لما تيجي تقول could استخدمناها فين؟ في حاجة not sure، مش كده؟ في حاجة ايه؟ ability كان يقدر يعملها وما عملهاش، ممكن هنا بيستخدمها عشان يعبر بيها عن الايه ولاد، عن الريكوست، مش كده؟ وممكن يستخدمها عشان يعبر بيها عن الايه، عن السجستشن اللي هو الايه، الاقتراح، مش كده؟ اها هنا ريكوست طبعا.
there be an expedition رحلة استكشافية للمريخ soon that's possible. لما يقول possible يعني ايه؟ يعني احتمال. لا والاحتمال يبقى كود. شايفين كود؟ خد لها 4-5 استخدامات. We to the cinema last night but we decided to watch TV. يبقى هاخد ايه يا ولاد؟ كان عندنا الامكانيه بس قعدنا نتفرج على التليفون على التلفزيون سوري. يبقى could have ايه؟ could have gone. could have ايه؟ could have gone. يلا بس اكمل. It's getting dark. يبقى could have gone هنا كان ممكن نروح عندنا الامكانيه. It's getting dark. الدنيا ضلمة. I think I go home now. I